ورشة عمل كاملة بشرح مفصل هتتعلم فيها ازاي تقدر تعمل اظهار للمنتجات وازاي تقدر تعمل انيميشن احترافي باستخدام برنامج بلندر. الأول حابب أقول لك أنا مين؟ أنا اسمي محمد الصرفي، 3D ارتست خبرة أكتر من 9 سنوات. بدأت رحلتي في عالم ال 3D سنة 2016 باستخدام برنامج 3ds Max. أول حاجة اشتغلتها كنت محاضر 3ds Max في أحد مراكز الكورسات. بعد كده اتجهت للفريلانسنج، بقيت توب ريتد 3D ارتست على أبورك، غير الشغل اللي استلمته عن طريق لينكد ان، وكمان عندي لينكد ان ريكومنديشنز على البروفايل بتاعي. الورشة دي مناسبة للمبتدئين لاني حاولت على قد ما اقدر اشرح لك كل خطوة بعملها واقول لك ليه انا بعملها، فالورشة مش مجرد خطوات انت هتكررها ورايا من غير ما تكون فاهم انت بتعمل ايه. وهو بيعمل ايه؟ هو بيمسك الشيب اللي انت راسمه، هو ده الشيب اللي احنا راسمينه، تمام؟ لو انت جيت تبص عليه كده، ده الشيب اللي احنا راسمينه، وبيبدا ان هو يلفه حوالين ايه؟ حوالين الاوريجن بوينت. الاوريجن بوينت لو انا رحت للموف تول هي النقطه اللي بيظهر منها الجسم بتاعك بتاع الموف او الروتيشن او السكيل. وقوم جاي مكليك على الووتر دروب بالشكل ده، فانا عرفته ان هو هياخد الجيومتري، الكتله بتاعه الووتر دروبس اللي تحت، وهي دي اللي هيعمل لي ليها انستنس اون ايه؟ اون بوينتس، اللي هي طلعت لي عن طريق الديستريبيوت بوينتس اون فيسز. فانت هتبدا تقول له مثلا انا عايزك تقطع لي من هنا، وعايزك تقطع لي من هنا، وعايزك تقطع لي من هنا، فبالتالي بلندر هيقدر ان هو يفتح لك الجزء ده لفوق كده. نفس الكلام هتعمله من تحت، هتنزل تقول له عايزك تقطع لي من هنا ومن هنا ومن هنا، فبلندر هيقدر ان هو يفرد لك الفيس ده كده. بعد كده هتيجي من هنا تقول له مثلا اقطع لي هنا بالشكل ده، فبلندر لما تيجي تعمل انراب هيقوم جاي فارد لك الموديل بتاعك. طيب احنا في البروجكت بتاعنا هنعمل اضاءه لمنتج، فبالتالي احنا عايزين اضاءه تكون شبه الاضاءات بتاع الاستديوهات. من ضمن الاضاءات المشهوره في الاستديوهات حاجه اسمها 3 بوينت لايتنج، وببساطه ده معناه ان انت عندك 3 مصادر للاضاءه. في مصدر اسمه الكي لايت او الاضاءه الاساسيه بتاعك، ودي بتبقى اقوى اضاءه في الاستوديو او في المشهد بتاعك، والهدف منها ان هي تنور لك اللقطه. بعد كده عندك اضاءه اسمها الفيل لايت، والفيل لايت دي الاضاءه اللي الهدف منها ان هي تقلل لك الحده بتاعه الظلال وتظهر لك تفاصيل اكتر في الموديل. بعد كده عندك اضاءه اسمها الباك لايت، ودي الاضاءه اللي بتبقى الى حد ما من الخلف او من ورا، والهدف الاساسي منها ان هي بتفصل لك الموديل عن الباك جراوند. اول حاجه عشان نفهم الفريم بير سكند، لو انت رحت على اليوتيوب وبدات ان انت تعمل سيرش على فليب بوك انيميشن هتلاقي فيديوهات كتير زي اللي بيتعرض قدامك ده. زمان كان علشان يعملوا انيميشن كان بيبقى فيه رسام، الرسام ده بيرسم مجموعه صور، ولما الصور دي بتبدا ان هي تتعرض ورا بعض بالشكل اللي انت شايفه ده، فانت بتبدا تحس بحركه او بموشن. كل ما عدد الصور اللي الرسام بيرسمها بتزيد في الثانيه الواحده، كل ما الانيميشن او الحركه بتاعك بتكون انعم وسموث. بعد كده عندي الجزء بتاع السامبلنج ده. الجزء ده مهم جدا لان هو المسؤول عن النويز في الصوره بتاعك. ولو انا رحت للريندر فيو كده هتلاقي ان في بدايه الريندر الصوره بتاعي بتبقى ملغوشه او بيبقى عليها النويز، او النقط اللي انت شايفها دي، النقط دي هي النويز. في بدايه الريندر النويز دي بتبقى كتير وبتبدا تقل مع الحسابات بتاعه بلندر. المسؤول الاول عن النويز دي هو السامبلنج. في حاجه عندي هنا اسمها هيو فيرسز هيو. الهيو هو اللون اصلا اللي انت بتستخدمه، فانا لو قلت له هيو فيرسز هيو بالشكل ده، فهتلاقي ان انا لو طلعت فوق هنا ممكن مثلا اكليك واسحب كده بحيث ان انا اختار اللون بتاع الكان بتاعي دي، فهتلاقي ان هو عمل لك علامه هنا على مكان اللون ده. لو انا اخدت اللون ده وبدات ان انا اغيره هتلاقي ان انت ممكن تغير الالوان بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده كده، فانت ممكن تبدا ان انت تلعب في الوان الكانز بتاعك لو انت حابب تعمل حاجه زي كده مثلا. فانا حولتها الكان بتاعي للون الاخضر، وزي ما انت شايف هو اثر لي بس على اللون اللي انا عملت له سيلكت. الورشة هتبدأ من الموديلنج ثم الانرابنج، بعد كده هنبدأ في مرحلة عمل الإضاءات والخامات بتاعنا، بعد كده هنشوف ازاي نقدر نعمل انيميشن احترافي، وهنبدأ في النهاية نفهم أهم الإعدادات الموجودة في الريندر علشان نقدر نعمل ريندر بأعلى جودة في أقل وقت ممكن. في النهاية هنبدأ نتعلم ازاي نقدر نعمل مونتاج وفيديو إيديتنج وكالر جريدنج، ونحط شوية افكتس على الفيديو بتاعنا بحيث ان احنا نخلي شكل الفيديو بتاعنا أحلى. في المرحلة دي هنستخدم برنامج اسمه دافينجي ريزولف، وفي منه نسخة مجانية بالكامل فيها كل الأدوات والتولز اللي انت محتاجها علشان تعمل المرحلة دي بشكل احترافي. علشان تبدأ في الورشة هتروح على اليوتيوب وفي السيرش هتكتب @3dart AR من غير مسافات وهتدوس انتر. هتلاقي القناة بتاعنا ظهرت لك في الأول اسمها 3D Art بالعربي، هتخش عليها. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب. بعد كده هتروح للبلاي ليست وهتلاقي بلاي ليست اسمها ورشة إظهار المنتجات في بلندر كان CGI in Blender Workshop، هتخش عليها
طبعا في الوقت الحالي اللي انا بسجل فيه الفيديو ده انا لسه مرفعتش الفيديوهات، ولكن لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي ده معناه ان الفيديوهات بدأت تنزل. لو انت على الفيسبوك اعمل لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش اي حاجة بننزلها. مستنيك هناك، مستني اسئلتك والتفاعل بتاعك. تقدر تتواصل معايا عن طريق رسائل الصفحة او عن طريق الكومنتات او عن طريق جروب الفيسبوك. اتمنى الورشة تكون مفيدة ليكم. سلام.